ذكرى تحرير ناحية الخميس 27/2/2015. في مثل هذا اليوم تم تحرير ناحية الخميس من أيادي الإرهاب الذي قام بترويع أهالينا وشعبنا وسلب ونهب ممتلكات الشعب والمؤسسات. ويعود تحرير الخميس إلى قواتنا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، بالإضافة إلى وقوف أهالينا وشعبنا إلى جانبهم وتكاتفهم مع قواتنا ودعمهم الروحي وتصديهم لداعش وما فعلته في المنطقة من ترويع وإرهاب. ونحن بدورنا اليوم نحتفل بالذكرى الثامنة لتحرير ناحية الخميس. من كل عام 27 شباط في مثل هذا اليوم نستذكر كل قطرة دم ضحى بها رفاقنا الشهداء، ونستذكر كل قطرة دم نزلت من أمهات الشهداء. نستذكر رفاقنا الأعزاء في تحرير منطقة تل خميس. هذا اليوم من كل عام نستذكر فيه البطولات والملاحق الذي سطروها الشهداء في سبيل تحرير المنطقة وتحرير الشعوب في كل مكان. من مقولة القائد عبد الله أبو جلال: السجين ليس سجين بين 4 جدران، إنما السجين هو سجين الفكر. كما نقول في هذا اليوم العظيم واليوم المبارك بذكرى ناحية الخميس ب 27/2/2015، الذكرى الثامنة لهذا اليوم العظيم. ومن مبدأ قم للمعلم يوفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. ومن هذا المنطلق نحن في سلك التربية والتعليم من معلمات ومعلمين ومن طالبات وطلاب نعاهد بأن نكمل هذه المسيرة ونوصل هذه الرسالة إلى كافة أنحاء العالم